السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ صحة لاباس؟ مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نعدل الكيكه بالخروب. بالنسبه للخروب راه فيه فوائد بزاف بزاف، وخصوصا العيال الصغيرين. وطبعا العيال الصغيرين هيدا الخروب صحيح هيدا ما ياكلوش، ولكن بهالطريقه باش ياكلوه وصحي وكيجي مزيون. كنجيبوه كنغسلوه ونشفوه وندخلوه في الفران، كيكون مسخن يعني الفران عسخن، وكندخلوه نخليوه حتى كيبس وكنطحنوه. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 4 البيضات، 2 كيسان السكر، كاس د الزيت، كاس دانون، كاس د الخروب. يعني ملي كيكون وقته كنطحنوه ونحيدوه فوقاش ما احتاجناه كيكون عندنا واجد، لانه هو الخروب ما كيكونش العام كامل، يعني كيكون عنده واحد الوقت محدد. كنحتاجو 2 كيسان د الطحين، واحد الخماره كبيره. بسم الله نبدا. كنعملوا 4 البيضات، كنزيدوا عليهم قبيصه الملحه، كنزيدوا السكر، كنطربوهم حتى كيطلعوا البيضات ويتبدل اللون ديالو. كنزيدوا الزيت، كنزيد دانون، كنعمل كاس د الخروب. دائما كنخلطهم بالطرب الكهربائي. كنبقى نزيد الطحين شويه حاجه مورا شويه. كنعمل خميره، كنبقى كنزيد في الطحين ونطرب حتى كنكمل الكميه د الطحين. في هذا الوقت كنشعلوا الفران على 250 درجه، نخليوه يسخن. ها القوام ديالو كيفاش كيكون. كنجيبوا المول اللي نعدلوا فيه الكيكه. انا استعملت هذايا اللي على الطاول، دهنته مزيان بالزبده. ملي خويت جاني الخليط بزاف، خليت منه شي حاجه عملته في واحد طاس كيكه صغير.
كندخلو الفران وكنغسلو وكنردو الفران على 200 درجة. ملي كتبقى طالعه شويش كنزيدو، ملي كيسخن بلاطو شي حاجه كنقصولو على 150 درجه وكنخليوها نص ساعه تطيب. بالنسبه للطياب يعني كل واحد كيعرف الفران ديالو. ها الشكل ديالها ملي طابت باقا سخونه، نتوما كتشوفوها كيفاش انتفخت، كتجي هشيشه باقا سخونه. ها الصغيره حتى هي عاود كيفاش جات. خليوها بالنسبه للتزيين كل واحد وكيف ما بغى يزينها. انا نخليها حتى تبرد، كنعمل لها السكر كلاصي على وجهها. ها نتوما كيفاش كتجي من داخل، كتجي فشفشه وخفيفه. ها هي ملي بردت ها الشكل ديالها النهائي كيفاش جات. كنتمنى تعجبكم وما نساونيش من الاعجاب والاشتراك اللي باقي ما اشتركش معايا. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.